في ذكرى ميلادها نادية السابع هجرت صاحبة الجلالة وارتدت طاقية الإخفاء. تعد الفنانة نادية السابع واحدة من الوجوه المميزة في تاريخ السينما المصرية، حيث جمعت بين الموهبة والحضور الفني، وقدمت أعمالا تركت بصمة لدى الجمهور رغم ابتعادها في البداية عن عالم التمثيل. ويوافق اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنانة نادية السابع التي ولدت سنة 29 في القاهرة. ورغم أن بدايتها الأكاديمية لم تكن مرتبطة مباشرة بالتمثيل، حيث التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فإن أولى خطواتها العملية جاءت من خلال مجال الصحافة قبل أن تكتشف شغفها الحقيقي بالفن وتقرر خوض غمار التمثيل. بدأت الفنانة نادية السابع مشوارها الفني مبكرا سنة 44، حيث شاركت في أولى أعمالها السينمائية بفيلم طاقية الإخفاء لتلفت الأنظار وتشق طريقها سريعا نحو عالم الإذاعة، حيث برزت من خلال مسلسلين من أجل ولدي وابن مين بفضل موهبتها وصوتها المعبر. قدمت نادية السابع خلال مسيرتها رصيدا سينمائيا متنوعا أسهم في ترسيخ مكانتها بين نجمات السينما المصرية، ومن أبرز أفلامها عاصفة في الربيع والمهرج الكبير ولحن الخلود وضرب المهابيل وخالي شغل وكيلو 99 وأنا العدالة وحادثة شرف والبيت الملعول والأونطجية ورجل في عيون امرأة والأيام تصنع النهاية والفنان العظيم وذو الوجهين والمصر فندي وأرواح هائمة والأفوكاتو مديحة. وهذه الأعمال جسدت موهبتها متنوعة وجعلتها من الوجوه المألوفة والمحترفة لدى جمهور السينما. وفي الدراما التلفزيونية تركت نادية السابع بصمة واضحة من خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات اللي حققت نجاح كبير، منها حدود الله وفرسان الله وجراح عميقة والقاهرة والناس وطيور بلا أجنحة والأم المثالية وزائر الليل وعيلة الدغري ومسافرون. فضل حضورها القوي وأدائها المتقن نجحت في أن تظل جزءا من ذاكرة الجمهور المصري، ولم يغب المسرح عن مسيرتها، حيث شاركت في عدد من العروض التي أضافت لرصيدها الفني، من بينها نائبة النساء وصنع حريم وعائلة الدغري وست البنات وأيام زمان، لتبرهن على قدرتها على التألق على خشبة المسرح بنفس البراعة التي ظهرت بها أمام الكاميرا. رحلت الفنان نادية السابع عن عالمنا في 24 يوليو سنة 1992 بعد مسيرة فنية حافلة، لكنها تركت إرثا ثريا يجمع بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والإذاعة. تزال أعمالها شاهدة على موهبتها الأصلية وحضورها الأصيلة وحضورها المميز، لتبقى اسما حاضرا في ذاكرة الفن المصري والعربي حتى اليوم.